يا بنات عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني قوي 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 من امبارح لغايه النهارده. النبي وحشتوني يا ولاد. انا اول واحده. ايه القمر ده؟ والنبي انتي اللي جميله. ايه رايك في حوار هدى؟ حوار ايه؟ حوار ايه؟ ماله حوار هدى؟ حوار ايه؟ قصدك على ايه؟ بحبك قوي يا ايمو، وحشتيني. كل سنه اولادك بخير، وانا بحبكوا قوي. زعلانه اني مش تابعتك من زمان. نورتيني. لو قصدك على حوار هدى اللي هو اللي دعاء طلعت اتكلمت عليه، آه، بصوا، مش عارفه اتكلم ولا ما اتكلمش، بس انا هتكلم. اخيرا جالي اشعار بجد. ده انا عايزه اقول لك اصلا البيج عندي ما يعني ربع بس اللي بيوصلوا الاشعار، 3/4 البيج ما بيوصلهاش اشعار. بصوا انا هتكلم. يعني انا ما كنتش عايزه اتكلم في الموضوع ده، بس انا هتكلم يا بنات. انا بقالي فتره كده مش عايزه ادي الناس ملهاش لازمه قيمه حقيقي. ندمت قوي على اللي انا عملته الفتره اللي فاتت. ندمت على ان انا كنت بطلع ارد على ناس ما كانش ينفع ارد عليهم. اوعوا تكونوا مفكرين ان انا مثلا علشان ساكته او كده، او علشان مثلا ما بردش، او علشان بقيت مركزه مثلا مع ولادي او مع بيتي او كده، فانا نسيت مثلا اي حد عمل فيا حاجه. جماعه انا ما بنساش. 2 عمري في حياتي ما هسامحهم. لو استغفر الله العظيم يا رب، لو ايه اللي حصل، لو اتطبقت السما على الارض، استغفر الله العظيم يا رب، مع ان انا عارفه ان الكلمه دي حرام، وعارفه ان ممكن دلوقتي احمد يزعل. اخته وخنشر، الاتنين دول عمري في حياتي لو اتطبقت السما على الارض ما هسامحهم، وبكرههم كره عمري في حياتي ما كرهت مخلوق. يعني بصوا بقى، يمكن انا مش معنى ان انا مثلا ساكته يبقى انا نسيت، او ان انا خلاص خدت جنب بقى عشان انا مش عايزه مشاكل بقى وانا بقى البت الجبانه، البت اللي بتخاف، البت بقى اللي مش عايزه مشاكل. لا، انا سكت لان انا مش عايزه ارجع للقرف ده تاني. سكت لان انا مش عايزه ارجع للتعطيل عن شغلي تاني. سكت لان بيتي وولادي اولى بكل وقت. مش معنى ان متجوزين هتسمعي دلوقتي، مش متجوزه اخرجي، عشان بجد اللايف ده هيتقال فيه كلام، حاجات عيب قوي قوي، مش حاجات بقى للجسم ولا كريم لا، ده في حاجات عيب هتتقال. المهم مش متجوزه اخرجي بره اللايف. فانا لو سكت فانا سكت عشان انا عايزه اسكت. سكت عشان انا عايزه اركز مع شغلي، عايزه اركز مع ولادي، عايزه اركز مع بيتي، عايزه اركز في حياتي، عايزه استمتع بكل وقت، عايزه استمتع بص كل لحظه عايزه استمتع بيها. فده سبب سكوتي. لكن انا مش ساكته علشان انا مثلا خايفه من حاجه، او دي سكتت علشان مش عارف ايه. لا، انا ما بخافش من حد. خدوها كده، حطوها كده حلقه في ودنكم. 2 عمري في حياتي ما هسامحهم. اتكلموا في عرضي عيني عينك كده، وبهدلوني ومرمطوني وبهدلوا عرضي، واتكلموا في عرضي وقالوا كلام غلط عني بالكذب. خنشر واخت احمد بكرههم، بكرههم 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 كل العمى. تمام؟ دي حاجه. الحاجه التانية بالنسبه لموضوع هدى، انا اقسم بالله العظيم وحياه النعمه اللي انا بشربها دي، وحياه النعمه اللي انا بشربها دي، ان انا حتى وانا على خلافي بهدى، انا يا جماعه كنت بقول، مش انا كنت متخانقه معاها، بس كنت بقول ان انا بحبها. حتى برغم خلافي مع هدى، بس انا يا جماعه كنت بحب هدى. انا بشوفها كاركتر، بشوفها ان هي حتى وهي بتشتم بتضحك. كانت طالعه لايف بتشتمني، بتاكل فيه فسيخ، كنت بضحك. دي ما تتخانقش، دي ما ينفعش، دي بتضحك، دي كاركتر يا جماعه. اقسم بالله العظيم هدى كاركتر، هدى بتضحكنا. ما ينفعش تتخانق. هدى ما ينفعش ما حدش يتخانق مع هدى، ما ينفعش تتخانق. فحتى واحنا على خلاف معاها كنت بحبها. وحياة النعمه دي، وحياة النعمه دي، وحياة النعمه دي، ان انا
لا عملت لك محضر يا هدى، ولا فكرت ان انا اعمل لك محضر. ساعة لما قالوا لي دي هدى جريت عملت لك محضر ومش عارف ايه، اقسم بالله العظيم حتى ما فكرت ان انا اعمل لك محضر. اقسم بالله وحياة النعمة اللي في ايدي دي، الا جسمي الا دمي يبقى زيها كده ميه، ان انا عمري في حياتي ما فكرت حتى ما سعيت حتى ان انا اعمل لك محضر يا هدى. فانا مش عامله لك محضر، وانا ما بخافش، لو عامله هقول انا عامله لسرم شعريه. كنت عامله لها محضرين، وعمري ما هسامح في حقي. عامله الخنشر، عامله الخنشر واحد. الاتنين دول انا عمري في حياتي ما هسامحهم، عمري في حياتي ما هسامحهم، عمري في حياتي ما هسامحهم. عارفين خلافي مع البلوجر المعروفه اللي انتوا عارفينها دي، اللي فيه خلاف بيني وبينها بقالنا سنين؟ انا لو اقول لكم اصلا ان انا يعني عارفين اللي هو ايه، لا زعلانه منها ولا مش زعلانه منها، عارفين اللي هو عادي، هي ربنا يهديها لحالها وانا ربنا يهديني لحالي. لكن الاتنين دول بكرههم، بكره صوتهم، بكره شكلهم. واحده دخلت بيتي اديتها من خيري، عرفتها كل حاجه عني وعن شغلي، طلعت حكت كلام عليا بالكذب، ما صانتش العشره، شتمتني، بهدلتني، اتكلمت في عرضي، قالت كلام عليا وحش قوي، قالت كلام على ولادي، ودخلت بيتي. بس كده. فربنا سبتك انتي الرشد قمر حبيبه قلبي، في عمان كنتي بتقولي بحبها. هما الادمن بتوعي فين؟ في رجاله في اللايف، في رجاله وفي بنات قليله الادب في اللايف. بلكوا يعني ابراهيم ابو زيد، ابو زيد تعالى. هي الادمن مش شايفين الرجاله اللي في اللايف دول؟ ماشي. في تامر ده ولا مش عارف ايه داخل يقول لي واحنا مالنا وانت داخل لايف ستات ليه؟ في نادر، تعالى يا نادر. تعالي. خلاص الادمن موجودين. تعالى يا زفت انت. خلاص يا بنات. فبجد حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل من كل قلبي. لكن هدى انا بحبها جدا يا جماعه، عمري في حياتي ما فكرت حتى ان انا اعمل لهدى محضر، او عمري في حياتي ما فكرت ان انا اذيها. انا يا جماعه ساكته عن المشاكل لان انا ما بقتش حابه اتكلم عن اي حاجه تانية. انا ما بقتش حابه اتكلم عن اي حاجه، انا عايزه اطلع نهزر نضحك، اكسب مثلا بنات، نرجع للايفات زمان تاني، ايمان اللي انتوا بتحبوها، طاقه ايجابيه. ادولي ام انجري دي بلوك، ادولي ام انجري بلوك. تعالى. قسما بالله اللي ما يعرفكيش ولا يتعامل معاكي ما يعرفش ان انتي طيبه حبيبتي يا شيرين. فيا هدى انا بقولها لك قدام اللايف اهو، انا حتى ما فيش يعني، انتي عارفه ان انا بحبك وعارفه ان انا بدخل اكلمك عادي، وعمري في حياتي ما فكرت ان انا اعمل لك محضر. البريسنج خنشر دي بنت ولا لا ولد؟ لا دي ضفدع. خنشر دي ضفدع، دي عجل فيل. بصوا بقى، صلوا على النبي يا بنات. اللايف ده خلينا بس متفقين ان اللايف ده هيبقى لايف جريء شويه وللناس المتجوزين فقط، للناس المتجوزين فقط. بصوا قبل لما نتكلم عن اي حاجه، عن الكلام الكبير اللي احنا هنتكلم فيه، انا عايزه بس احكي لكم عن ده. ايه الجمال ده؟ ده معطر للفم. انا لو فضلت اكلمكم عن معطر الفم ده يا جماعه من هنا لمليون سنه قدام، تحفه. ده معطر للفم. الناس اللي بقها بيعمل ريحه مش كويسه، سواء رجال او ستات، بنات كبار متجوزين مش عارف ايه، عايزه اقول لكم معطر الفم ده تحفه. بتاخديه معاكي في الشنطه، بيخلي بقك على طول ريحته نعناع، حلو جدا 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 يا بنات، جدا اهو. بجد معطر الفم ده تحفه. معطر الفم ده هتلاقوه على اللينك اللي انا حاطاه تحت، عند بنت اسمها وفاء، تحفه اهو.
بصوا كل اللي ما جربش معطر الفم ده، هو مش غالي يا بنات، هو سعره رخيص، هو سعره مش غالي، سعره رخيص، بس عايزه اقول لكم تحفه 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 تحفه، من احلى الحاجات اللي هتستخدموها. بصي بيعطر بقك ممكن يوم، اقسم بالله العظيم يا بنات بيعطر بقكوا يوم، بقك بيفضل متعطر يوم يوم. عارفين يعني ايه يوم؟ بتفضلي كده بقك ريحته نعناع، لبان كلوريتس نعناع يوم كامل. اهو معطر الفم ده هتلاقوه عند وفاء. حضرتك اللي غلطانه، اتقيتي شر من احسنت اليه. سيبيهم الادمن هيبلكوهم. تمام يا بنات. اهو عايزه اقول لكم معطر الفم ده يجنن 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 يجنن، بيخلي ريحه البق حلوه جدا. الناس اللي بقها بيعمل ريحه مش كويسه، معطر الفم جبت منه رهيب بالنعناع. ما هو ده رهيب، ده برده بالنعناع رهيب، ده بيتباع عندي في الامارات وفعلا جميل جدا. حتى ريحه النفس، بيخلي ريحه النفس 24 ساعه كده. بنات اللي شايف اللينك اللي انا حاطاه تحت يعملوا لايك. المعطر ده هتلاقوه عند وفاء على اللينك اللي انا حاطاه تحت. المعطر ده بجد رهيب، المعطر ده من احلى الحاجات اللي هتستخدموها لبقكم. بصوا انا كنت عامله معطر في البيت، بس كان بيقعد معايا ساعه واحده، اقسم بالله العظيم ده بيقعد 24 ساعه، 24 ساعه بقك ريحته نعناع رهيب. المعطر ده مش موجود في كل الجروبات، جروبات معينه بس اللي بتجيبه، لان هو اصلا بيتباع بره. بس عايزه اقول لكم من اخطر الحاجات اللي بتتباع اونلاين، سعره رخيص جدا، هو مش غالي، سعره رخيص بس قنبله. اهو المعطر ده هتلاقوه عند وفاء، وكل اللي شايف اللينك اللي انا حاطاه تحت يعمل له لايك. بكام ومنين؟ من عند وفاء، من اللينك اللي انا حاطاه تحت. خشي اسالي عند وفاء، سعره تحفه، سعره تحفه. كنتوا دايما بتسالوني على حاجه تعطر بقك او تعطر اللثه، بصوا ده يجنن. مش بيتباع دايما في جروبات معينه اونلاين، هتلاقوه عند وفاء بيبيعوا بسعر حلو جدا. المعطر ده خرافه، وانا عايزه كل الناس اللي جربته تخش تكتب كومنتات، بجد من احلى الحاجات اللي هتستخدموها. سيبكم من الكلام اللي احنا هنقوله القليل الادب دلوقتي، انا عايزاكم كلكم تجربوا المعطر ده يا بنات. هو مش موجود في الصيدليات، هو بيتباع عند وفاء بجملته، وفاء بتجيبه من الامارات، بيتباع بجملته. ريحه بقك بتفضل نعناع 24 ساعه، كانك واكله لبان كلوريكس 24 ساعه. اهو في اللينك اللي انا حاطاه تحت موجود عند وفاء يا بنات، اسمه معطر الفم، اسمه كل فريش، اسمه كل فريش. تحفه تحفه تحفه. في رجاله كتير في اللايف، اعمل لهم ايه؟ سيبيهم يتفرجوا، ما تسميهمش رجاله، سميهم مخنثين، اعمل لهم ايه؟ ده بيتباع عندي في الامارات، ما انا بقول لكم رهيب. اهو خلاص يا بنات خدوه سكرين شوت، بجد رهيب. بصي بقى، تيجي تتكلمي مع حد ريحه بقك نعناع، قاعده جنب جوزك شامم ريحه بقك نعناع، تاخديه معاكي في الشنطه، انت رايحه تقابلي خطيبك، انت رايحه تقابلي حماتك، وانت رايحه تقابلي صحابك، بجد تحفه. بيعجبني الباور بتاعك في الدعايه. خدي بصي يا نسرين، اهو يا بنات بجد المعطر ده يجنن. نيجي بقى للكلام العيب اللي احنا هنقوله دلوقتي. اللينك بتاع وفاء انا حطاه لكم تحت، اللينك بتاع وفاء انا حطاه لكم تحت. احسن واحده جبت انا على فكره، جبت المعطر ده لو تفتكروا لما كنت طالعه بيه لايف وقلت لكم ده مضروب، ورميت 65 جنيه على الارض لاني جبت المضروب. ده بقى الاصلي والله العظيم يا بنات. من امبارح من اول ما خرجت لغايه لما جيت وانا طالعه معاكم اللايف، ريحه سناني وريحه بقي نعناع. انت بتتكلمي بتطلعي نعناع على اللي قدامك، بتهبي نعناع على اللي قدامك وانت بتتكلمي، بتديله نعناع، اقسم بالله نعناع اهو. فعايزه اقول لكم يجنن. خلاص ده هتلاقوه عند وفاء في اللينك اللي انا حاطاه تحت. هدير او الادمن اللي موجودين، الرجاله اديهم حظر من البث، بس كده سيبيهم موجودين على الصفحه، اديهم حظر من البث. بكام؟ مش عارفه، بس هتلاقيه عند وفاء. خشي اسالي عند وفاء عشان عنوان اللايف. مش عارفه، بس خشي اسالي عند وفاء. بجد يا بنات انا عايزاكم كلكم تجربوا المعطر ده. انتوا عارفين ان انا بحب قوي الستات تبقى ريحتها حلوه، وريحه بقها حلوه، وريحه جسمها حلوه. انا عايزاكم كلكم تجربوا المعطر ده، ده اول معطر فم يعجبني، واقوى معطر فم اشتريته. سيبك من ريحته، عايزه اقول لك لو حتى زورك وجعك هو بيقلل الاحتقان. لا سيبك بقى من ان هو بيقلل الاحتقان، انا عايزه اقول لك ان هو بيمنع البكتيريا ان هي تصيب بقك او مناخيرك. سيبك بقى من ان هو بيمنع الاحتقان، هو بيمنع البكتيريا. يعني لو انت قاعده حد قدامك عنده برد، هو بيمنع البكتيريا، بيمنع ان البكتيريا بتاعته تتنقل لك. وسيبكوا بقى من كل ده يا جماعه، بتبخي كولوريتس، بتبخي من بقك لبان كولوريتس، اقسم بالله زي ما بقول لكم كده، بقك بيبخ البان كولوريتس. اهو بقك بيطلع كده، بتطلعي من بقك لبان نعناع والبان كولوريتس. فعايزه اقول لكم جبار، هو صغير بتاخدي منه رشه واحده وطعمه جميل، طعمه كانه البان كولوريتس، جبار
جبار جبار جبار جبار. وعلى فكره قليل جدا اللي طلع يتكلم عن المعطر بتاع الفم ده، لان هو اصلا مش موجود في الجروبات، جروبات قليله جدا اللي بتجيبه، فهتلاقوه عند وفاء خطير خطير. بتبخي البانكولوريتس يا بت انت وهي، اقسم بالله العظيم بتبخي من بقك البانكولوريتس. نيجي بقى للكلام العيب اللي احنا عايزين نتكلمه. فهدير انا طبعا عارفه ان الرجاله هتهيس في اللايف ده، فبلكيهم كده يعني اي راجل يعلق بلكي حظر من البث، لان انا عارفه ان هم هيهيسوا. المعطر اسمه كول فريش، هتلاقوه عند وفاء اهو يا بنات. المعطر اهو هتلاقوه عند وفاء في اللينك اللي انا حاطاه تحت، هتلاقوه عند وفاء في اللينك اللي انا حاطاه تحت. انا سايبه لكم اللينك بتاع وفاء تحت. بصي يعني خدي دي وفاء بتاعت النهارده غير وفاء بتاعت امبارح. خدي المعطر ده بجد وانتي مغمضه، وانتي مغمضه. عارفه الزبله ده اللي انتي الحاجه اللي قد كده دي اللي هتحببك في الاونلاين، اقسم بالله العظيم. عارفه ده اللي الناس اللي بتخاف تشتري اونلاين، ده هيحببك في الاونلاين، ده هيخليكي تشتري الاونلاين وانتي بعد كده مغمضه. ده المعطر ده بدل ما تشتري البانكولوريتس، لا اشتريه وارميه في الشنطه قبل اي مقابله، قبل رايحه تقابلي جوزك، خطيبك، حبيبك، قريبك، ابن عمك، خالتك، جدك، رشي بتبخي نعناع من بقك. تمام اهو. نيجي بقى للكلام العيب اللي احنا عايزين نتكلم فيه. مش عارفه اكلمكم عن ايه الاول. انا مش عارفه اتكلم عن الموضوع ده ازاي بصراحه. اسمه ايه وبكام؟ هو هتلاقيه عند وفاء، هتلاقيه عند وفاء. اختاه المعطر ده هتلاقوه عند وفاء يا بنات. لا ما ينفعش مع الصيام طبعا. المعطر ده يا بنات هتلاقوه عند وفاء على اللينك اللي انا حاطاه تحت. المعطر ده هتلاقوه عند وفاء على اللينك اللي انا حاطاه تحت، وبجد انا نفسي تجربوه. بصوا انا كنت جايبه زيه، بس كنت جايباه من مكان يعني من صيدليه هنا، وكان مضروب ويقرف. وقعدت اقول لكم انا رميت فلوسي على الارض، كان مضروب ويقرف. كنت طالباه اونلاين من الصيدليه، بجد كان يقرف. فخدوا بالكم ان المعطر ده فيه منه مضروب. تمام. انا هقول لكم بلد المنشأ ايه، لان هو فيه منه مضروب. انا كنت جايبه المضروب، ولا عمل كانك بتبخي ميه على اسنانك، ميه بتحطي ميه. فهو اضمن واحده انا اضمنها لكم تشتروه من عندها بجد وفاء. شكرا على البرفيوم زارا الرجالي، الاثنين حلوين قوي بجد وفخمين جدا. اللينك بتاع وفاء تحت، اللينك بتاع وفاء يا بنات انا حاطاه لكم تحت. بنات اعملوا لايك لللينك اللي انا حاطاه تحت، وعشان البنات تشوفوا. اعملوا كده لايك لللينك اللي انا حاطاه تحت عشان البنات تشوفوا. كل البنات اللي بتتفرج عليا تعمل لايك لللينك اللي انا حاطاه تحت. انا هدفع في ده مصاريف شحن؟ لا اصبري اتفرجي على اللي جاي. انت هتدفعي في ده وفي اللي جاي. اتقلي، اقعدي اتقلي. انا مش عارفه اتكلم عن الموضوع ازاي، بس اقعدي اتقلي علشان اللي جاي ده كلام عيب قوي. فاقعدي بقى خديه كده. بس لو انت متجوزه، مش متجوزه يبقى بره اللايف يا قله الادب. خلاص. وعلى فكره تدفعي في ده شحن. تدفعي في ده شحن. ادفعي فيه شحن. واشتريه عشان ريحه بقك تبقى حلوه. يعني ايه تدفعي في ده شحن؟ تدفعي في ده شحن. امال تدفعي في كونسيلر شحن تخبي بيه الهالات؟ تدفعي في ده شحن، وتدفعي في ازازه زيت قد كده شحن. تدفعي فيهم شحن. مش حاجه هتخليكي ريحتك على طول حلوه، مش حاجه هتخلي بقك على طول ريحته حلوه، مش حاجه هتخلي وانت بتتكلمي مع اللي قدامك عندك ثقه في نفسك، في ريحه نفسك. تدفعي في دي شحن. ما تدفعيش ليه؟ بصوا بقى، مش عارفه اتكلم عن دي ازاي بصراحه، مش عارفه اتكلم عنها ازاي، فخليها دي لاخر اللايف لان انا جسمي سخن. مش عارفه. اللينك تحت. لا البريسنج مش ستيكر، بريسنج عادي. اللينك انا حاطاه لكم تحت يا نيت. انا مش عارفه اتكلم عن دي ازاي، فدي خليها اخر اللايف لاني بجد مش عارفه اتكلم عنها ازاي خالص خالص خالص. ووشي سخن جدا يا لهوي، ده انا بقيت نور. بصوا بقى يا بنات، لوما خدي. انا جبت اللب وقعدت. اصبري بس اصبري عشان انا هشوف اتكلم عن الموضوع ازاي بجد. يعني مش عارفه اجيبها لكم ازاي، انا مش عارفه اجيبها لكم ازاي، بس هو اللايف ده خطير قوي. هاتيلي اللي زي دول من الحمام، اللي زي دي. بصوا بقى يا بنات، صلوا على النبي، صلوا على النبي. وانا هجيبها لكم دلوقتي من الحمام كده عشان تشوفوا قدام عينيكم. شوفيها في الدولاب الابيض اللي في الحمام. بصوا بقى. على فكره انا ام عمر، نورتيني يا ام عمر، انت بجد شخصيه طيبه حبيبه قلبي، ربنا يسعدك. بدفع فيه بصراحه لان بجد في ناس بتكون ريحه بقها صعبه. ما انا بقول لها تدفعي فيه. تدفعي فيه. طبعا تدفعي فيه. تدفعي في حاجه تخلي ريحه بقك 24 ساعه ريحتها تحفه. تدفعي فيه. ما تدفعيش فيه ليه؟
ادفع في ده شحن، حاجه هتخليني واثقه من نفسي، حاجه هتخلي بقي على طول ريحته حلوه سواء انا او جوزي او ولادي، ما ادفعش فيه شحن ليه؟ اهو واجيب 2 واجيب 3 وارميهم في الشنطه، وطول ما انا بتكلم مع الناس انا ريحه بقي نعناع، انا واثقه حتى لو ما اكلتش، حتى لو قايمه من النوم ارش رشه واتكلم مع الناس عادي وانا واثقه في نفسي. بصوا بقى، صلوا على النبي يا بنات. لو دورتي هتلاقيه، بس انا عارفه ان انت هتقولي مش لاقيه، لان انت بتبقي عايزه الحاجه قدامك يا خلاص مش مهم. بصوا يا بنات، كان عندك منه 10 علب. طيب خلاص بصوا يا بنات، بسم الله الرحمن الرحيم. انت لو تجيبي لي اللي في الحمام كنت هتوفري عليا كتير. ادفع فيه شحن، ما انا بقول لها ادفع فيه شحن، ما ادفعش فيه شحن ليه؟ بصوا يا بنات، دي الشفرات بتاعت فينوس العشق، مش محتاجه ريفيو اصلا. بصوا بوفي كاتبه ايه، دي الشفرات بتاعت فينوس. عايزه اقول لكم والله العظيم يا بنات، انا ما بعمل شعر جسمي الا بالشفرات دي. الشفرات دي بصي يا ستي، بصي هما 2 مع بعض والعصايه بتاعتهم اللي انت بتركبي فيها الشفرات. حقيره، تعالي يا سفله، تعالي او سافل، يعني انت يا راجل يا ست. بصوا بقى الشفرات بتاعت فينوس دي يا بنات، انت بتفكيها كده وتركبيها. بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، وتبليها ميه وتبتدي تشيلي شعر جسمك كله. عايزه اقول لكم الشفرات دي ده ماده عامله زي البلسم كده يا بنات، دي ماده عامله زي البلسم محطوط فيها ماده لتقليل الشعر وبلسم وكريم مرطب. الشفرات دي من احلى الحاجات اللي تشيلي بيها شعر جسمك. تحفه يا بنات تحفه، بس ابوس ايديكم ما تجيبوش المضروبه، ابوس ايديكم. بصي بتطلع ريحه تحفه. الشفرات دي جميله لازاله شعر الجسم، جميله 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 لازاله شعر الجسم. بتبلي جسمك، مش بتحطي قبليه بلسم، مش بتحطي قبليه كريم، مش بتحتاجي تحطي كريم مرطب، مش بتحتاجي تحطي اي حاجه. انت بتبلي جسمك وبتبتدي تشيلي جسمك بحركه عكسيه. عايزه اقول لكم من احلى الحاجات اللي هتستخدموها لجسمكم، مش بتطلع الشعر مجدر يا بنات. بعمل بيها البيكيني وبعمل بيها الاندر ارم وبعمل بيها جسمي كله وايدي ورجلي، وطلعت مليون لايف اتكلمت عن الشفرات دي، بجد تحفه. فينوس مش محتاجه ريفيو، مش بتخليكي بقى لا تتألمي ألم السويت ولا تعملي سويت وتتوجعي. بعمل بيها البيكيني والاندر ارم تحفه. الشفرات دي تحفه 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 تحفه. اقول لك بقى طريقه تستخدميها عشان ما تزودش معاكي، ما تعملش عندك جلد وزه. بصي يا ستي، قبل ما تستخدمي الشفرات والنبي اعملوا الطريقه دي، ابوس ايديكوا اعملوا الطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي واستخدموها بالطريقه دي، عشان انت لما بتستخدميها عكس بتطلع الشعر مجدر. بصي يا ستي، قبل ما تستخدمي الشفرات خالص انت هتبلي جسمك كله. بليتي جسمك كله بميه دافيه، بليتي جسمك كله بميه دافيه، تروحي جايبه الدلكه دي، هتروحي جايبه الدلكه دي. طبعا كلكم عارفين الدلكه دي وعارفين الدلكه بتعمل ايه. الدلكه بتشيل الجلد الميت، الدلكه بتقلل جلد الوزه، الدلكه بتفتح الجسم جدا جدا جدا، ودي بديله للحمام المغربي. تعالى يا قليل الادب انت، تعالى تعالى، شفتك لمحتك، انا لمحتك. بصوا يا بنات، اول حاجه انت هتشطفي. بصوا يعني انا عايزه اوريكم انا بستخدمها ازاي، وعندي في الحمام بالهبل، يعني بستخدمها بالهبل. هتبوشي جسمك تحت ميه دافيه. بوشتي جسمك تحت ميه دافيه، هتروحي حاطه من الدلكه دي، واخده كميه محترمه من الدلكه دي، وتروحي فرك جسمك بالدلكه. جسمك كله تفركيه بالدلكه. هيعمل ايه؟ هيروح مطلع معاكي جلد الوزه، ويروح مطلع معاكي البثور اللي بتبقى موجوده، ويروح مفتح معاكي الجلد ومرطبه. الدلكه دي يا بنات، الدلكه دي بتقلل شعر الجسم جدا. كمان الدلكه دي اللي هي الدلكه السوداني بتفتح الجسم جدا، بتقلل جلد الوزه، بترطب جسمك جدا، بتقلل شعر الجسم. طبعا كلنا عارفين السودانيين بيبقوا جسمهم عامل ازاي. السودانيين مشهورين يا بنات ان هم شعر جسمهم قليل.
السودانيين معروفين ان هم شعر جسمهم قليل جدا، يعتبر كده مش بيطلع لهم شعر في جسمهم من كتر ما بيستخدموا الدلكه. هتبلي جسمك، هتعملي سكراب بالجسم كله بالدلكه كله من فوق لتحت، بايدك، برقبتك، برجلك، بكوعك، بكل حته. هي عموما بتفتح وبتشيل كل الجلد الميت. الدلكه دي بتفتح وبتشيل كل الجلد الميت. عملتي سكراب بالدلكه ودلكتي جسمك كله، هتروحي جايه بقى شاطفه جسمك وتروحي بالشفرات عامله عكس الشعرايه. بصوا انا عماله اقول اهو، هتعملي في نفس زاويه الشعرايه، الشعرايه هتتقطم وهتطلع مجدره، هتعملي عكس الشعرايه. اقسم بالله العظيم ما بستخدمش غير شفرات فينوس، والله العظيم 3 ما بستخدم غير شفرات فينوس، حتى وشي بعمله بالشفرات. بصوا انا لسه قبل اللايف اصلا كنت عامله وشي بالشفرات، ما بستخدمش غير الشفرات. انا ما بقدرش استحمل قلم السويت، جسمي ما بيطلعليش جلد وزه، عشان بس البنات اللي بتقعد تفتي في الكومنتات، ما فيش جلد وزه في جسمي، ما بيطلعليش لا في ايدي ولا في رجلي ولا بصور ولا جلد وزه. جسمي قدامكم اهو، عمري ما طلع لي جلد وزه، والله لا اجيبها لكم من الحمام. اصبروا اجيبها لكم من الحمام. من احلى الحاجات اللي هتستخدموها الشفرات بتاعت فينوس دي، مستريح لما اجيبها لكم من الحمام عشان اوريكم انا بستخدم منها كميه اصلا. بصوا انا شايلاها فين، هوريكم شايلاها فين اهي. بصوا بصوا، تعالى يا سعيد، بعمل عند امك، عارف امك بروح اعمل عندها بالظبط. بصوا يا بنات، بصوا اهي دي مفتوحه اهي، ودي العصايه بتاعتها. بصوا شايلها اهي، ما بستخدمش غيرها، ما بعملش جسمي غيرها. سيد بيقول لي بتعملي فين بالظبط؟ بعمل عند امك. ببقى اسال امك هتقول لك. انا بعمل عندها، بروح عند امك بالظبط واعمل عندها. عايزه اقول لكم تجنن. بصي واحده بتقول لي ايه، امال زيت السعد تن ده كان ايه؟ يعني ايه جاب الشفرات لزيت السعد تن؟ يعني ايه جاب الشفرات زيت السعد تن؟ هو زيت السعد تن بيخليكي ملساء قرعه ما فيكيش شعر؟ ده حتى الليزر بيسيب فيكي شعر بسيط. هتسيبيه الشعر البسيط اللي بيطلع ده، هتسيبيه ولا هتعمليه بالشفرات؟ يعني ايه زيت السعد تن ده كان ايه؟ زيت السعد تن، بصي بس عشان تعرفي ان انا اهو قدامي اهو زيت السعد تن، دي العلبه الجديده اللي انا المفروض استخدمها. ايه اللي جاب ده لده؟ يعني ايه اللي جاب زيت السعد تن للشفرات حضرتك؟ خلاص يا بنات، ايه جلد الوزه ده؟ جلد الوزه ده اللي هو الجلد التخين، الجلد التخين اللي بيبقى فيه بقع سودا. في بنات بتقول ان الشفرات بتطلع معاها جلد الوزه، بتطلع معاها جلد الوزه علشان بيستخدموا الشفرات بطريقه غلط، لان هم بيستخدموا الشفرات بطريقه غلط. الشفرات ما ينفعش تشيلي شعرك بطريقه في نفس سوى الشعرايه، بتشيلي الشعر بطريقه عكسيه، هتشيلي الشعرايه بطريقه عكس الشعرايه. وقبل ما تستخدموا الشفرات يا بنات لازم تعملوا سكراب لجسمك، لازم تطلعي كل الجلد الميت اللي تحت الجلد وتطلعي الشعر اللي تحت الجلد. لازم قبل ما تستخدمي الشفرات تعملي كده. بجد من احلى الحاجات اللي تستخدميها، من احلى الحاجات اللي تستخدموها. الخضراء والصفراء دي الموف، انا بحب الموف جدا، ما بستخدمش غير الموف. يبقى تاني يا بنات هتعملوا ايه؟ طيب بالراحه، انا بسالك مالك. لا مش بالراحه، انا هديكي بلوك. تعالي حبيبتي تعالي، يلا. ما بقاش عندي خلق خالص، صدقيني انا طايقه اولادي بالعافيه، صدقيني انا طايقه ايلن ولوما بالعافيه، ما بقاش عندي خلق خالص. وسيبيني عشان انا متوتره اللايف ده، الله يكرمك، مش عايزه حد يوترني، انا مش عارفه هحكي اللي جاي ازاي، فسيبيني. الشفرات الاصليه يا بنات اسمه زيت السعد، اسمه زيت السعد. الشفرات الاصليه يا بنات هتلاقوها عند وفاء. انا دايما بجيب شفراتي من عند وفاء، يبقى تاني يا بنات، الطريقه الصح اللي نستخدم بيها الشفرات عشان نشيل شعر جسمنا، والله العظيم 3 وربنا شاهد على كلامي، ما بستخدمش اي حاجه غير الشفرات. بشيل بيها كل اي منطقه بيطلع لي فيها شعر بشيلها بالشفرات، حتى وشي بشيله بالشفرات، بس الشفرات اللي هي كده. ما بقدرش استحمل السويت، ما بقدرش استحمل الشمع، ما بقدرش استحمل الفتله، ما بقدرش. فانا بعمل ايه؟ انت بتبلي جسمك كله وبعدين بتبتدي تعملي سكراب
الدلكه دي معروفه، الدلكه السودانيه معروفه، بتقلل شعر الجسم، بتخلي جسمك ريحته زي العود كده، كانك مبخره جسمك، هي ريحتها بخور اصلا، وانت بتفتحيها هي ريحتها بخور، بتخلي ريحه جسمك عامله زي البخور كده. بتقلل شعر الجسم جدا، بتطلع جلد الوزه، بتشيل كل جلد الوزه، بتشيل كل الجلد، الشعر اللي تحت الجلد يا بنات، بتطلع كل جلد الوزه. الدلكه دي جميله، والناس اللي بتستصعب الحمام المغربي الدلكه دي جميله. انا لو اقول لكم فوائد الدلكه دي، الدلكه دي جميله 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 بجد. الدلكه دي رهيبه يا بنات. الدلكه السوداني دي، السودانيين مميزين في الحته دي، الدلكه دي بتاعتهم لعبتهم. الدلكه دي من احلى الحاجات اللي تستخدميها، حتى لو مش هتعملي شفرات، داخل عليكي راس سنه، اشطفي جسمك وافركي جسمك فرك محترم بالدلكه. الدلكه بتشيل الجلد الميت، بتشيل كل الشعر اللي تحت الجلد اللي هو بيسموه جلد الوزه، النقط السوداء اللي بتبقى موجوده، بترطب الجلد جدا، بتقلل شعر الجسم، وبتخلي ريحه جسمك عامله زي الدخان. عارفه ريحه السودانيين؟ عارفين ريحه الخلايجه يا بنات؟ عارفين ريحه السودانيين؟ بتخلي ريحه جسمك عامله زيهم كده، زي ريحه الخلايجه والسودانيين. بجد تجنن بجد يا بنات، بجد بجد بجد. الدلكه دي حتى لو مش هتعملي بالشفرات، الدلكه دي تجنن. تمام، حلوه فعلا الدلكه دي. ما انا بقول لكم تحفه، ندى جمال، ما انا بقول لكم الدلكه دي تحفه. الدلكه دي تحفه يا بنت، وعلى فكره مش غاليه، وهتخليكي تستغني عن الحمامات المغربي، لان في ناس بتستصعب الخطوات بتاعت الحمامات المغربي. دي سهله بقى، بتشطفي جسمك وتفركي جسمك بالدلكه. عندك ليفه مغربي، يبقى اعملي بالليفه، بتخلي الجسم قشطه، وبتخلي ريحه جسمك تحفه. تمام. اجيبها منين؟ من عند وفاء. لا مش بتتباع في الصيدليه، دي هتلاقوها عند وفاء، هتلاقوها في الجروبات الاونلاين. انا حاطه لكم لينك وفاء تحت، وحطاه لكم فوق اللايف، هتلاقوها عند وفاء. يبقى خلاص احنا عملنا جسمنا بالدلكه، هنيجي نشيل شعر جسمنا كله بالشفرات. الناس اللي بتتألم من السويد، في ناس بتحب الشفرات دي جدا زي حالاتي، وفي ناس بتقولك لا دي بتجدر. لا يا جماعه، انا ما بتجدرش معايا يا جماعه، اقسم بالله العظيم ما بتجدر معايا، لاني برطب بعدها كويس جدا، وقبلها بعمل سكراب. مش بعمل السكراب بعدها، قبلها بعمل سكراب. قبل ما بستخدم الشفرات بعمل سكراب، بطلع كل الشعر اللي تحت الجلد، وبعد كده بروح شايله بالشفرات بتاعت فينوس. هما 2 مع بعض يا بنات. ودي بصوا عايزه اوريكم دي بتطلع ايه. لوما فعلا في السبا بيعملوا كده. وبعدين السويت، ما انا بقول لكم لازم قبل. لوما تعالي بالليلي دي، عايزه اوريكم الشفرات لما بتبليها بتطلع ماده كده. الماده دي يا بنات بلسم وكريم مرطب. يا ماما حاضر. تمام. يبقى احنا اتكلمنا عن ايه عشان نخش بقى في اللي بعديه على طول. احنا اتكلمنا عن ايه؟ انا كلمتكم عن المعطر ده، والمعطر ده معطر الفم يا بنات العظيم، اللي كلكم لازم تجيبوه، لازم يبقى مرمي معاكي في الشنطه كده. كفايه ان هو يخلي عندك ثقه في نفسك. تجيبيها منين؟ تجيبيها من عند وفاء على اللينك اللي انا حاطاه تحت. تمام. بليها قوي، حطيها تحت الميه كده وبليها. تمام. اتكلمنا عن معطر الفم العظيم ده، اتكلمنا عن الدلكه السوداني، ودي بجد من احلى الحاجات اللي بتتباع اونلاين. بصوا يا بنات، دي الحاجه الوحيده اللي رخيصه بس نينجا. دي بقى فعلا اللي يتقال عليها رخيصه بس نينجا. بصوا يا بنات الدلكه، يا لهوي جسمي احمر قوي. اكبر اكتر من كده. بصوا الدلكه ايه، انا اتلخبطت. بلي، لازم تتبل جامد. انا ببل جامد والله. استنوا عايزه اوريكم الماده اللي هي بتطلعها. سيب عليك اكتر. هاتي. بصوا يا بنات، هاتي. خلاص هي هتطلع. بصوا بتطلع، شايفين بتطلع زي بليها جامد يا لون. حطيها تحت الحنفيه حبه وفركي فيها كده، بتطلع زي رغوه كده وبلسم وكريم ترطيب، بتخليكي ما تتجرحيش وانتي بتشيلي الشعر. جسمك ما بيتجرحش خالص، بترطب الجسم جدا، بتخلي جسمك حرير. بجد بعشق الشفرات دي، بعشقها، اقسم بالله بعشقها بطلبها. عارفين لو غلت بقت ب 500,000 جنيه هجيبها. بصوا والله ماما بعمله جامد. انا اللايف ده معصبني، لان انا بجد ما كنتش عايزه اطلعه. بصوا يا بنات الماده اللي هي بتطلعها، بصوا بتطلع زي رغوه كده اهي، شايفينها؟ بتطلع زي رغوه كده اهي يا بنات اهي، شايفين الرغوه اهي؟ بتطلع زي رغوه كده اهي،
طول ما انت بقى بتحطي في الميه وتشيلي شعر جسمك، هي بتطلع الرغوه دي. الرغوه دي بترطب الجسم جدا. بصوا يعني بجد تحفه شفرات فينوس يا بنات، تحفه 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 تحفه، وبتسهل عليكي جدا. 5 دقايق بتبقي شايله شعر جسمك كله. على فكره الاجانب ما بيستخدموش، اللي بتقولك اصلي جسمي، الاقي بقى واحده تقول لك ايه الشفرات بتطلع الشعر مجدر. طب بالنسبه للاجانب اللي ما بيعملوش جسمهم بالشفرات، ما بيطلعش الشعر مجدر عندهم ليه؟ عشان هم بيستخدموا الشفرات بطريقه صح. الاقي واحده بقى دلوقتي نطلي زي بفرك الدلكه بالصابون بايدي ولا بستخدم الليفه، يا ده يا ده اللي يعجبك. الاقي واحده بقى دلوقتي طالعه تقول لي ايه، انا بستخدم الشفرات بس بتطلع لي الشعر مجدر. الاجانب ما بيستخدموش الا الشفرات بس الشعر ما بيطلعش مجدر ليه؟ عشان بيستخدموا الشفرات بالطريقه الصح، مش بيعملوها عكس مش بيعملوها في سوى الشعرايه، بيعملوها عكس الشعرايه. ولازم سكراب قبلها وكريم ترطيب بعدها، ده لازم سكراب قبلها وكريم ترطيب بعدها. الاجانب ما بيعملوش سويت ولا بيعملوا الكلام اللي احنا بنعمله ده. الاجانب بيشيلوا شعر جسمهم بالشفرات، وتلاقيهم جسمهم مش مجدر، تلاقيها واقفه كده قدامك جسمها بيلمع كده، بيلمع، مع انهم بيشيلوا شعر جسمهم بالشفرات. بس عشان بيستخدموا الشفرات بطريقه صح، لازم سكراب قبلها وكريم ترطيب بعدها. الدلكه عامله زي السكراب كده يا بنات. بصوا تستخدميها في البيكيني عادي جدا. بصوا اسكتوا عشان انا متوتره قوي بجد، والله بجد انا ما كنتش عايزه اطلع اللايف ده، منك لله وفاء. بصوا يا بنات هي عامله زي السكراب كده. بصوا هي عامله زي السكراب كده، بتفضلي تفركي في ايدك كده في جسمك يعني اهي. بصوا يا بنات، يا خرابي على ريحتها، ريحه السودانيين، ريحتها حلوه قوي، ريحتها حلوه قوي. بتبلي جسمك وتروحي فاركه جسمك كله بالدلكه، بتطلعي الشعر اللي تحت الجلد. الدلكه دي بتطلع لك الشعر اللي تحت الجلد كله. الدلكه دي يا بنات بتطلع كل الشعر اللي تحت الجلد. طلعت البنت صعبانه على صعبت عليا، اسكتي ده مجننين. بتطلع كل الشعر اللي تحت الجلد. طلعتي كل الشعر اللي تحت الجلد، هتبتدي بقى بالشفرات تشيلي شعر جسمك عكس الشعرايه. تعالي يا نورهان، انتي واللي عامله لك رياكت ضحك. تعالي، باي باي نورهان، صنشت في ايدي واجيلكم. منك لله وفاء، منك لله، منك لله. انا مش عارفه اتكلم عن المنتج اللي انت مديهولي ده ازاي، عماله اطول في اللايف واجل فيه. منك لله، منك لله يا وفاء. المهم كنا بنقول ايه؟ البنت صعبت عليا قوي بجد، يا عيني يا نرمين، مش ممكن يا عيني، مش ممكن يا نرمين. خلاص يا بنات، يبقى احنا نشفنا جسمنا، بلينا جسمنا وحطينا عليه الدلكه، سيبنا الدلكه شويه على جسمنا امتص الدلكه، وبعد كده ابتدينا نفرك الدلكه بحركه دائريه كده بالراحه، وبعد كده شطفنا جسمنا. هي الدلكه بتتعمل كده، بتطلع كل الجلد اللي تحت البثور اللي تحت الجلد يا بنات، وبتطلع كل الشعر اللي تحت الجلد، وبتفتح الجسم جدا. وبجد من احلى الحاجات اللي تستعملوها لجسمكم، وبتسهل عليكي الدنيا. الناس اللي مش بتحب تعمل حمام مغربي، هي بتسهل عليكي الدنيا. هي منها بتشيل جلد ميت، منها بتفتح الجسم، منها بتطلع الشعر اللي تحت الجلد، ومنها كمان عامله زي السكراب لان هي خشنه، عامله زي السكراب، فحلوه جدا وبتخلي ريحه جسمك عامله زي السودانيين كده، زي الدخان. عملنا كده وبعدين جينا عكس الشعرايه، شلنا شعر جسمنا كله، نضفنا جسمنا. وبجد انا بحب اللون الموف جدا، هو فيه اصفر وفيه بينك، بس انا بحب تقريبا للبشره الحساسه ومش عارف ايه، بس انا بحب دي جدا. شريط ترطيب سلس بلمسه من الزيوت النباتيه، الكريم بتاع الترطيب اللي معايا، اللي هي الشريط اللي بره الشفرات، حلوه جدا 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 جدا. انا مش عارفه اتكلم. طب وبعدين تعالى يا محمد، تعالى. مش عارفه ايه الرجاله اللي داخله دي، مش عارفه اجمع الكلام، مش عارفه اجمع. منك لله وفاء، تجيبيها منين الدلكه؟
انا بحب الشفره اصلا، بخاف من السويت، وانا بعشق الشفره. انا ما بعملش شعري الا بالشفره، ما بشيلش شعري جسمي الا بالشفره، بجد تحفه. خلاص نيجي بقى للمنتج. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الثلاث منتجات دول يا بنات، اللي هو المعطر بتاع الفم وشفرات فينوس. وبجد انا عايزاكم كلكم تجربوا شفرات فينوس. شفرات فينوس بجد تحفه يا بنات، تحفه تحفه. مش بستخدم غير الشفرات بقالي سنين وعمرها ما جدرت الشعر. كسبيها لي بقى. قولي لهم يا ناهد سلامه، قولي لهم يا بنتي، قولي لهم. تقول لك الشفرات بتجدر الشعر. اوه يا الشفرات دي وحشه جدا، الشفرات بتجدر الشعر. لا، ما عشان انت بتستخدميها غلط. هو ايه على فكره السويت ذات نفسها بتجدر الشعر، بتاع الشعر مجدر، الشمع بيطلع الشعر مجدر، لازم ترطبي بعديه. لازم اي حاجه شلتي بعدها شعرك قبلها سكراب وبعدها ترطيب. هو مش سحر، انت بتشيلي الشعر فلازم الشعر هيطلع مجدر لو ما رطبتيش وعملتي سكراب. لازم قبلها سكراب تطلعي الشعر اللي تحت الجلد وبعدها ترطيب، بس كده. خلاص منتج يستحق الشرح. انت تخرسي خالص، انت تخرسي خالص. انا مش عارفه اتكلم عن المنتج ده ازاي. انت تخرسي خالص يا وفاء. انا مش بتريق يا حبيبتي. هي فين الاصفر منها؟ جميله. انا جربت الاصفر، جربت البينك، بس حبيت البينك قوي. انتي تخرسي خالص يا وفاء. بصي لكلمه بسرعه على اللي موترك وقفلي على بصي كده. انا ببص المنتج ده موترني قوي بجد، منك لله وفاء. طب انتي بعتهولي، المفروض ان انا بجد اتكلم عليه ازاي بجد والله. يعني انتي موتراني، متعصبه. اللايف ده ضغطني نفسيا جدا، مش عارفه هتكلم عن المنتج ده ازاي. يا لهوي. انتوا عارفين لو واحده اتريقت عليا وانا بتكلم، ولا لو انا معرفتش اجمع الكلام، تعالوا لي عشان انتوا اصلا اللي موتريني. انتوا عارفين لو واحده اتريقت عليا برطب بايه؟ برطب بده، برطب بابن قلبي وابن عمري وابن حياتي ده. بصي فجأة كده انت جيتي على فجأة، انت جيتي على فجأة صح؟ انتوا الهوني عشان مش عايزه اتكلم. انتوا الهوني. ما تركزوش مع بنطلون الترنج اللي تحت والمنظر اللي فوق، يعني هو من فوق نضيف ومن تحت بنطلون ترنج. فانتوا ركزوا مع المنتج اللي انا هتكلم عنه. الحمد لله بنطلون الترنج ما بانش. بصي شايفه؟ وده اللي انا بستخدمه. برطب بابن قلبي وابن عمري وابن حياتي ده. اقوى حاجه تستخدميها للترطيب. اللايف ده يكون اسمه منك لله وفاء. انتوا هتقلشوا، انتوا هتقلشوا. انتوا هتبتدوا تقلشوا. والله العظيم ده اللي انا خايفه منه، عشان عارفه هتقعدوا تتريقوا عليا. احكي وانتي مغمضه. يلا ندخل على المنتج بقى، نخش في الموضوع على طول. العيال مستنيه بفارغ الصبر. يا بنتي انتي بتترعشي. والله. اقفلوا الباب عليا. ما تتكلميش كتير واحنا انا هشاور هتلم علينا الرجاله. يلا منكم لله. ممكن توريني عطر اهو، هتلاقيه عند وفاء. انتوا منكم لله، انتوا انا اقسم بالله العظيم. بصوا رموشي عماله تلزق في بعضها. اقسم بالله انا خايفه اتكلم منكم عشان هتقعدوا تقلشوا عليا. ما تقلشوش عليا بجد بجد بجد، ما تقلشوش عليا. اهو تمام. المعطر بتاع الفم اهو. المنتج عامل شغله. انت تسكتي خالص يا وفاء. انت ادوا وفاء بلوك. ادوني وفاء بلوك. بصوا الفازلين ده بقى انا عايزه اوريكم. بصوا لومه اللي عامله لي الحظاظه دي، عمري ما هقلعها. بصوا يا بنات، لومه بنتي اللي عامله لي الحظاظه دي. بصوا الترطيب بتاعه عمره ما يطلع لك جلد وزه، ولا يخلي جلدك خشن. بصوا يا بنات، نقطه. يا خرابي، يا ربي يا ربي. كاكاو بشوكولاته
ده مش لينا، ده عشان مصر. بصوا، اقوى حاجه تستخدميها للترطيب هو ده. هو المنتج ده يا خرابي. الشفرات بكام مش عارفه، انا حاطه لكم لينك وفاء تحت، اسالوه. خلي وفاء وفاء انت قولي لهم في الكومنتات يا وفاء وانا امسكه. بصي يا وفاء تعالي نتفق اتفاق حلو يا وفاء، تعالي نتفق اتفاق. بصي يا وفاء، احنا بكام الفازلين؟ الفازلين برضو هتلاقيه عند وفاء. والدلك انا اخدها سكرين حاضر. لا الشفره بتستخدم مره واحده بس، ده بتقعد معاكي شهور يا بنتي، ده بتقعد معاكي شهور شهور. مره واحده ده انا بحلفها، ده انا ما بسيبهاش الا لما تقولي والمصحف خلاص مش هعرف اشيل الشعر تاني. اهو الدلكه اهي، وده الفازلين. الفازلين برضو هتلاقوه عند وفاء يا بنات، تحفه 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 تحفه. بصي بقى يا وفاء، انت تتكلمي وانا همسك المنتج. انت يلا يا وفاء، يلا اشرحي. وفاء يلا اشرحي، اشرحي وانا همسك لهم المنتج. عرفنا الترتيب يا ايمان اللي بعد. وفاء يلا اشرحي. لا عندك الجراءه اكتبي في الكومنتات. بصي يا وفاء، انت اكتبي وانا هقرا، اكتبي وانا هقرا على طول، ماشي؟ بسرعه انجزي عشان العيال قاعده متوتره. طب يعني اشاور لكم، اشاور. يلا يا ايمان ما تحاوليش تهربي من المنتج. لا لا هو ايه ده اللي ب 500؟ لا يا بنتي ب 500 ايه ده، ب 200 جنيه، ب 250 حاجه كده، مش ب 500 خالص. الفوزلين ده بعد الشاور اقسم بالله بيخلي الجلد زي البيبي، ما انا بقول لهم بيخلي جسمك رهيب. الدلكه عند وفاء، الدلكه عند وفاء، الدلكه رهيبه. والكريم ده كريم الترطيب ده اللي برطب بعديه، لازم ارطب بعديه. حلو قوي 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 قوي. ده لبان اكيد، لا مش لبان. بصوا انا هطلعه وانتوا فهموا، بس انا مش عايزه اكله، انا مش هينفع اكله، انا واحده حامل. ربنا ياخدك يا وفاء. بصوا يا بنات تقريبا فهمت، بصوا صلوا على النبي. الحمد لله كده انتوا فهمتوا، كده انتوا فهمتوا. اعمل ايه؟ اشرحه ازاي ده يا ربي؟ لو الجل اللي في الشفره خلص يبقى هي كده خلصت، لا ما خلصتش، انا بحلف ابوها، حتى لما الجل بيخلص بحط بلسم وبستعملها برضو. انتوا كده فهمتوا صح؟ لا انت تخرجي دلوقتي خالص. نعم. اهي وريتها لهم والله، قلت لهم بصوا لهم عامله لي ايه. كده فهمتوا؟ يا رب تبقوا فهمتوا. اللبيبة بالاشاره ويفهموا وتقولوا لا اللي انا بقوله ده. والعريس دخل على العروسه، العروسه دخلت على العريس. اخرجي بره يا لومه، اخرجي بره يا لومه. يا خرابي يا احمد، دي كانت الشوكولاته. مش قادره، ربنا ياخدكم. اقفلي الباب ده يا لومه. واحده بتقول لي ايه بيتخن ولا بيعمل ايه؟ يا اختي بتتخن. مش شايفاني تخنت ازاي؟ عربيه تاكلك يا وفاء. مش قادره، اكلت الشوكولاته. اقسم بالله ما فاهمين حاجه. انتي معانا بفوق، انتي احسن حاجه ان انتي مش فاهمه. بصي هفهمك تاني.
اوعي واحدة جنباني، اوعي بديعة تاكل. ربنا ياخدكم مع وفاء. يابا. بصوا يا بنات، عشان في بنات مش في الشغل الشوكولاته عملت شغل. يا يا بصوا بصوا يا بنات. لا بسأل، هي بتتخن ما هي بتعمله. يا حبيبتي بتتخن يا حبيبتي، شايفه الخدود ده المفارقه. بجد مش قادره. انت بيفهم. كبه ايه؟ نعم كبه ايه يعني؟ وجعتني. المنتج ده بيفتح النفس على الاكل. ربنا يخليكي لينا ويا وفاء. تاخدي الشوكولاته يا ايتن؟ تاخدي شوكولاته؟ يا لهوي، اخرجي بره، اخرجي، دي عايزه الشوكولاته، اخرجي اخرجي، روحي عند بابا. يلا اديها كاندي يا لوما، الكاندي على السفره. بصوا يا بنات، انت هتاكلي الشوكولاته دي من هنا وبعدين ربنا ياخدك يا وفاء. مفعولها سريعه قوي، انا هيست. استغفر الله العظيم يا رب. بصوا يا بنات تاني، بصوا تاني، انا عاوزه علبه كوفرتينا للعروس. كوفرتينا في السباعية تبقى جوزة. بس خلاص فهمتك، دي بتخلينا نضحك بالظبط. يلا ربنا ياخدكم مع وفاء انتوا. عشان كده ما كنتش عايزه اتكلم، انا عارف هتقعدوا تقلقوا يا وفاء. وفاء ماتت يا وفاء. طب انتوا فهمتوا ولا ايه؟ انا تعبت اقسم بالله، الشوكولاته مفعولها غريب. انا ايه اللي انا فيه ده؟ بصوا يا بنات، طب كلنا عرفنا ايه هيحصل بعد اللايف. يا سفله يا لوما هاتيلي اشرب، مش قادره يا لوما، الحقيني بميه. الحقيني بميه يا لوما. لا ده عصير، انا عايزه ميه 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 ميه، مليني مج ميه ميه ميه، مليني نشف. انا لسه جايه تخش تخش ببدله الرقص على طول. قلبي هيقف. هولد هولد. طب ناخدها كلها ولا دي عايزه انا فهمت ده بيساعد بالظبط يا شيماء. الشوكولاته دي بتخلينا نضحك بالظبط. النت ما استحملش، النت ما استحملش اللي احنا بنعمله. ماما ماشي خلاص بقى، ابعدوا بعيد عن الراوتر. النت ما استحملش اللي احنا بنعمله، ما استحملش. لوما هاتيلي اشرب تاني. هاتيلي اشرب تاني. دي متحرشه من هنا. طب انتوا كده انتوا فهمتوا والرساله وصلت الحمد لله. انتوا كده عرفتوا الشوكولاته دي لايه. ومنك لله وفاء، ومنكم لله مع وفاء. يعني انتوا كده فهمتوا وبقيتوا 100 100. كده انتوا فهمتوا وبقيتوا 100 100 100 100. ويا ريتني ما اكلت من الشوكولاته. ينفع نسيحها ونعملها نوتيلا؟ يا اختي اعمليها سندوتشات نوتيلا للعيال يا اختي. يا اختي اكلي العيال، غذي العيال يا حبيبتي. كده الشوكولاته هتلاقيها عند وفاء. انتوا كده عرفتوا الشوكولاته بتعمل ايه. تهيألي كده كلكم فهمتوا الشوكولاته بتعمل ايه، وهتلاقوها عند وفاء. اللينك بتاع وفاء انا سايباه لكم صح كده، انحرفت وبقت شعبيه شعبيه. واللي يلبس والقلع واللي لابس منكم لله والله. هتلاقي يا بنت تشرب.
يلا يا ولاد الادب، يا ولاد الادب. عرفت ما كنتش عايزه اتكلم عليها اول اللايف ليه؟ ربنا ياخدك يا وفاء، ربنا ياخدك يا رب. اه خلاص 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 انا حررت. اسكتي دلوقتي. ماما مين؟ ماما مين؟ ماشي، اقسم بالله حررت. تقول لي ينفع نعمل بيها كريب؟ مش قادرة، مش قادرة بجد. في ايه يا ماما؟ انت جايبه شوكولاته بتضحك حته عشان اضحك. مش قادرة. خلاص خلاص. ميه بتضحك، ميه بتضحك. موبايل، موبايل، اخرجوا بره. اه استغفر الله العظيم يا رب. ربنا ياخدك يا وفاء، ربنا ياخدك يا وفاء، ربنا ياخدك، ربنا ياخدك يا وفاء، ربنا ياخدك. فين لينك وفاء؟ نعم معلش. وفاء منزله شرح على الشوكولاته دي، ايوه وفاء منزله شرح على الشوكولاته في الجروب، خشوا عند الجروب عند وفاء، وفاء منزله شرح على الشوكولاته بتفاصيلها. وسيبوني انا هنا عشان بجد انا حاسه ان انا جسمي بجد حراره قوي. الشوكولاته دي للستات النكديه كله ولا حتى مالك يا ايه في ايه؟ اديله ما حتى عايزه تضحك. جانا جرانتي. خلاص خلاص كده بجد بطني وجعتني منها تصدقوا. خلاص يا بنات كده احنا عرفنا الشوكولاته الايه. نسيبنا بقى من ايه؟ نسيبنا بقى من الشوكولاته خالص، نسيبنا بقى من الشوكولاته خالص ماشي. نتنقل بقى لايه؟ للموضوع بتاعنا اللي هو المهم. انا بقول ايه؟ خدي شيلي الكوبايتين دول جوه. الشوكولاته يا لهوي. طب وبعدين؟ هاتوا لي بصوا. سيبوها لوحدها لحد ما مفعول الشوكولاته يروح. لا مش عايزين نعرف من الجروب. اشرحي يا ايمان معلش وماله. ماما اشرحي اللي الشوكولاته. عيب يا نور ما تتدخليش في الكلام بتاع الكبار عشان عيب بجد. ما تتدخليش في كلام الكبار عشان عيب. يلا خدي. لو سمحتي يا ايمان انا عايزه شرح مفصل بالتفصيل البطيء واحده واحده. حاضر حاضر. خلاص بقى يا بنات خلاص بجد عشان فعلا انا ههيس اقسم بالله. احنا كده خلصنا مرحله الشوكولاته الشوكولاته. عربيه تاكلك يا وفاء، عربيه تاكلك. مهم. يا ديني لا انا مش عارفه اجمع. جماعه اصبروا بقى بجد. احنا كده خلصنا من شرح الشوكولاته. نرجع بقى لمرجوعنا، نرجع لمرجوعنا المعطر بتاع الفم. فبجد يا بنات والله العظيم انا عايزاكم تجربوا، انا عايزاكم تجربوا المعطر بتاع الفم ده. تحفه 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 بجد يا بنات. معطر الفم ده تحفه تحفه. بصوا وحياة ربنا ما كلام. انا امبارح خرجت لغايه من اول ما خرجت لغايه لما رجعت بقي بيطلع نعناع. بيخلي عندك ثقه في نفسك بطريقه مش طبيعيه. بيخلي عندك ثقه وانت قاعده قدام جوزك، لو بتتكلمي مع اي حد حتى لو ما كلتيش ريحه نفسك نعناع. بيخليكي بتهبي كده نعناع. فانا عايزاكم بجد كلكم تجربوا المعطر ده. المعطر ده معطر الفم ده مستورد يا بنات، ومش بيتباع غير في اماكن معينه. هتلاقوه عند
بنتك فهمت اساسا ليه هي زي بنتك؟ بنتي فهمت هي زي بنتك؟ تعالي يا لومه، خدي اقول لك، هي زي بنتك؟ انتي مفكره بنتي زي بنتك؟ ارزعوها بلوك السفله دي. تعالي اقول لك بنتي اللي فهمت، دي بنتي اللي فهمت. تعالي يا لومه. بصي بجد الشوكولاته دي بتضحك قوي، يعني بتخليكي تضحكي كده والله جميله، وبتخليكي عندك طاقه. خدي حته، يلا تعالي هنا كليها قدامهم. افتحي بقك، لا افتحي بقك انا هاكلها لك. هي دي بنتي اللي فهمت، دي بنتي اللي فهمت. ها هديها الشوكولاته هتاكلها. بيتجاب منين؟ من على اللينك اللي انا حاطاه تحت من عند وفاء. فانا عايزاكم بجد كلكم يا بنات تجربوا المعطر بتاع الفم ده. المعطر بتاع الفم ده تحفه، وجربوا شفرات فينوس على ضمانتي. بصوا انا في حاجات كده دي مش بستغنى عنها. بصوا يا بنات شفرات فينوس دي لا يمكن استغنى عنها، اقسم بالله ما بتطلع الشعر مجدر. الشفرات دي تحفه على فكره، كل البلوجرز اتكلموا عنها، كل البلوجرز اتكلموا مفيش بلوجرز ما اتكلمتش عن الشفرات دي. جميله جميله جميله، وعايزاكم كلكم تجربوا كمان اللون الموف. جميله يا بنات جميله الشفرات دي، تحفه تحفه. بتعمل جسمك كله في 10 دقايق، ومش بتطلع الشعر مجدر، ورهيبه. خلاص اهي دي شفرات فينوس. والدلكه، الدلكه دي زي ما انا قلت لكم، الدلكه بتعمليها مالها دي؟ مالها مارتينا؟ مين مضايق مارتينا؟ تعالي يا مارتينا، تعالي يلا في داهيه تاخدك. ريما بتقولي هاتي. ما انا بتقولي بنتي فهمت، بنتك فهمت ليه؟ انت مفكره بنتي نفس تربيه بنتك؟ انت مفكره بنتي متربيه نفس تربيه بنتك؟ فبصوا بقى دي الدلكه يا بنات. ايه الاشكال الزباله دي؟ يعني بعد ما ضحكنا تنكدوا عليها وعلينا، دي لومه واخده قلبي. حيوانه، حيوانه بتقولك بنتك حيوانه، اقسم بالله. الاطفال دول ما يعرفوش اي حاجه. اطفال لو اديتيهم سم، لو كلت سم دلوقتي قلت لومه خدي يا لومه كلي سم، هتاكلوا ورايا، ما تفهمش حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. فصلته البنت بجد وزعلت بجد، كل واحده لما تتكلم تفكر اول في الكلام. حيوانه والله، واحده حيوانه. المهم يا بنات، طب قولي لنا بتتعمل ازاي بالشفرات. بصي يا نورهان، الاول بتبلي جسمك كله، وبعدين بتعملي جسمك كله بالدلكه. بتحطي الدلكه على جسمك وبتفركي جسمك كله بالدلكه كله. لازم تطلعي الشعر اللي تحت الجلد، كلنا بيطلع لنا شعر تحت الجلد. لازم تعملي الدلكه على جسمك الاول. الدلكه على فكره مش غاليه، الدلكه رخيصه. وما تستخسروش في نفسكم، ما تستخسروش نفسكم في حاجه، خشي اطلبيها. مش متاكده من الاوردر ما تخشيش تعمليه. انتوا بتعملوا معايا انا ذات نفسي الحركه دي، تطلبوا الاوردر والمندوب بيكلمها تقول اصل انا ولدت. مش متاكده من الاوردر ما تخشيش تعمليه. وما تستخسروش في نفسكم يا حبيبتي، ده جسمك وشكلك ووشك وشعرك. ما تستخسريش في نفسك، بدل ما بتصرفي على بطنك لا اصرفي على شكلك وجسمك وشعرك. في ايه يا بنات؟ دي طفله اتكلمت ببراءه. يعني ايه؟ عشان قالت لها اتكلمي عن الشوكولاته، هي فاكره ان مامتها نسيت عشان كده قالت اتكلمي. يا ريت محدش يجيب سيره لومه. حيوانه. بنتك زي العسل حبيبتي يا ام كوكو، ربنا يسعدك يا رب. انا تمام يا بنات. فهتعملي سكراب بالجسم كله بالدلكه، وبعد ما تعملي سكراب بالجسم كله بالدلكه هتسيبي الدلكه عليه شويه. الدلكه بتشيل الشعر اللي تحت الجلد، بتفتح الجلد جدا. هي بديله للحمام المغربي للناس اللي بتكسل وما بتطلعش جلد وزه. اشطفي جسمك كويس قوي. الدلكه دي جميله جدا جدا، ما انا بقول لهم الدلكه دي تحفه. شطفتي جسمك كويس قوي، بعد ما تشطفي جسمك كويس قوي تروحي شايله الشفرات عكس الشعرايه، مش في سوى الشعرايه، شيليها عكس الشعرايه. يعني الشعرايه بتطلع كده، انت هتشيلي بالشفرات كده. تمام. وبعد كده رطبي بالمرطب بتاع فازلين. تحفه تحفه تحفه. عايزه اقول لكم حاجه برضو جبتها رهيبه يا بنات، رهيبه. لو دعاء كانت معاكي كانت هتتكلم اكتر عنها. لا دعاء برضو بتتكسف. عايزه اقول لكم حاجه برضو جايباها من عند وفاء، رهيبه يا بنات. بصوا المخمريه دي، يا لهوي على دي مخمريه يا بنات. بصوا بقى المخمريه دي انا بعطر بيها الاماكن اللي انتوا عارفينها. بصوا نصها خلصان. المخمريه دي تحفه. المخمريه دي بتخلي جسمك ريحته بالثلاث والاربع ايام فراوله.
رهيبه رهيبه. دي مخمريه يا بنات، بتحطيها على الاماكن الحساسه عادي جدا. المخمريه دي بتخلي ريحه جسمك بالثلاث والاربع ايام فراوله، كانك جسمك فراوله، اقسم بالله العظيم جسمك ريحته فراوله. بحطها على رقبتي وبحطها ورا ودني. المخمريه دي برده كنت جايباها من عند وفاء مستورده، تحفه يا بنات تحفه. الحاجات دي كلها على فكره مستورده كلها، بس بجد هتاخدي حاجه من الاخر. يعني مش لازم تعملي الاوردر كله، اعملي اللي انت محتاجاه. محتاجه الشفرات هاتيها، محتاجه الدلكه هاتيها، محتاجه المخمريه هاتيها. اعملي اللي انت قادره تجيبيه، وبعد كده بقي هاتي الباقي بعدين زي ما انا كنت بعمل كده. عايزه اقول لكم بجد المخمريه دي تجنن يا بنات، المخمريه دي تجنن. المخمريه دي بتخليكي بالثلاث ايام ريحتك فراوله، بتقعدي 3 ايام ريحتك فراوله فراوله، والله العظيم 3 فراوله. المخمريه دي مستورده، مش بتطلع ابدا من جسمك. لو بالطبل البلدي مش بتطلع ابدا 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 من جسمك. دي لومه، دي ست البنات وقمر. كفايه لما بتتكلم في بقها البانه بتشيلها قبل ما تتكلم. بحبك يا لومه، انت جميله واسلوبك جميل حبيبه قلبي. قليله الادب والله، والله بجد قليله الادب. اهو خلتنا بنضحك وهوب راحت داخله كاتبه كومنت دبش. قليله الادب. هي مفكره ان بنتي نفس تربيه بنتها. لو انت مربيه بنتك على ان هي عارفه الكلام ده، فانا لا، بنتي مش مربيها زي بنتك ابدا، مش مربيها تربيه شوارع. المهم فالمخمريه دي برضو يا بنات هتلاقوها عند وفاء، والمخمريه دي تجنن تجنن. خليها تعمل تخفيضات لفانزك. حاضر وفاء، اعملي لهم تخفيضات والنبي يا وفاء، وظبطي لهم الشحن. وحتى يا بنات لو انتم مش قادرين اشتروا جزء وبقوا الجزء، فهي مدخلين عليكم راس السنه. مخمريه حلوه تخلي ريحتك فراوله كده وانت قاعده كده ولابسه بابا نويل كده، حته بابا نويل. ريحتها شبه ميس ديور، صح، ريحتها شبه ميس ديور يا رونزا. ريحتها رهيبه يا بنات، رهيبه رهيبه رهيبه. بتقعد بالثلاث ايام. خلاص انا كده خلصت، هقفل بقى لان انا تعبت قوي من الكلام. تصبحوا على خير يا بنات.